الأحلام في الحياة؟ صمت الصياد للحظة ثم سأل: لماذا تريد أن تعرف ذلك؟ أجاب الشاب: حسنا أبي، لدي العديد من الأحلام الكبيرة، كبيرة حقا. أريد أن أكون ذا تأثير في جميع مجالات الحياة لجيلي وجميع جوانب الحياة، ومع ذلك لا أعرف ما إذا كان ينبغي أن أخبر الناس عن هذه الأحلام التي تراودني أم لا. ابتسم الصياد ثم قال: أتعرف ماذا؟ دعنا نذهب لصيد بعض الأسماك في النهر، وهناك نكمل هذا الحوار الطيب. في تلك اللحظة أخذ الصياد وابنه معدات الصيد الخاصة بهم وذهبوا للصيد. عند النهر وضعوا قطعة من الطعم على الخطاف وألقوا عصا الصيد في النهر لصيد سمكة. بعد بضع ساعات كانوا قد اصطادوا بالفعل الكثير من الأسماك، وكانت سلتهم ممتلئة تقريبا. ثم توقف الصياد، أشار إلى السلة وقال لابنه: ألق نظرة على كل هذه الأسماك في السلة، لقد تم القبض عليهم بالخطاف، ومصيرهم الآن يختلف عن مصير أولئك الموجودين في النهر. هذه الأسماك فقدت كل شيء في حياتها، عائلاتها وأصدقاؤها وبيوتها. للأسف سيتعين عليهم أن يعانون ويقتلوا بطريقة بشعة، بعضها سيتم مقلي، وبعضها مخبوز، وبعضها مشوي، وبعضها مطهو على البخار، وما إلى ذلك. هل تعرف لماذا يجب أن يمروا بالكثير من سوء الحظ؟ فكر الصبي لدقيقة ثم هز رأسه وقال: لا أعرف يا أبي، أخبرني. أخذ الصياد نفسا عميقا ثم صفر: حسنا، هذا لأنهم لم يتمكنوا من إغلاق أفواههم. يذكر أن السمكة ذات الفم المغلق لا يصطادها الخطاف أبدا، لا تقع أبدا ضحية. عند قوله ذلك ربت الصياد على كتف ابنه وابتسم ثم استمر: يا بني، هذا ما يحدث في الحياة الحقيقية. فشل الكثير من الناس وفقدوا كل شيء اكتسبوه في الحياة لأنهم فتحوا أفواههم بشكل واسع للغاية وأخبروا الآخرين عن أحلامهم وخططهم. سبب وجيه لحماية حواسك وإغلاق فمك عن المشاريع القادمة هو أن معظم الناس لا يريدون رؤيتك ناجحا. هذه نصيحة لإنقاذ خططك من التخريب من قبل أناس يحسدونك. لا يجب أن تعلن عن أحلامك حتى تقترب من الاكتمال. سيفعل الكثير من الناس كل ما في وسعهم لإرسال خنجر في صدرك فقط لضمان عدم النجاح. الفم المغلق لا يقع في مشاكل أبدا. حافظ على خطوتك الكبيرة سرا، تحرك في صمت، قم بعمل، واصدم الناس بنتائجك.